في ناس مهما اتفتحت لهم فرصة لعلاقات كويسة ومحترمة وصحية بيرجعوا تاني يدوروا على علاقات مؤذية أو علاقات توكسيك. طب ليه؟ هل هما بيحبوا الأذى ولا دي صدفة ولا سوء حظ ولا في حاجة أعمق؟ الحقيقة إن ده مش اختيار واعي في أغلب الأحيان، دي برمجة نفسية متخزنة جواهم من زمان. ناس اتربت على حب مشروط أو ما اتعودتش إنهم يستحقوا الحنان غير لما بيتألموا، فبقى الألم مرتبط عندهم بالحب. ناس لما بيلاقوا علاقة صحية بيحسوا إن في حاجة غلط، ليه الشخص ده طيب معانا؟ أكيد في سبب خفي، وبيبدأوا يبعدوا عنه ويرجعوا للي تعبهم بس فاهمينه. التعلق المرضي والاعتياد على الدراما بيخليهم يحسوا ان العلاقات اللي ما فيهاش صراخ ولا تجاهل ولا وجع مش حب. علماء النفس بيقولوا ان ده بيبدأ من بدري قوي، من الطفولة. لو كنت طفل وارتبط عندك الحب بالألم بالهجر بالإهمال بالخوف، فعقلك بيبني قالب اسكيم للحب. قالب بيقول ان اللي بيحبك لازم يوجعك، وده اسمه في علم النفس ريبيتيشن كومبالجن او إعادة التكرار القهري. اللي مش بيواجه ألمه هيعيشه تاني بس بشكل مختلف. والوجوديين زي سارتر شايفين ان الانسان بيهرب من حريته ويفضل يكرر نفس انماط الفشل عشان يرتاح من مسؤولية الاختيار. لكن الحقيقة ده مش حب، ده إدمان الأدرينالين والتقلب والخوف والوجع. ولو سألتهم ليه دايما بتختاروا العلاقات المؤذية هيقولوا مش عارف، بس بحس بالراحة أكتر هناك. وده لأن العقل الباطن بيحب اللي اتعود عليه حتى لو كان بيدمره. أنت مش بتختار العلاقة التوكسيك، أنت بتختار الشعور المألوف حتى لو كان بيوجعك. ازاي تخرج من دايرة العلاقات التوكسيك؟ اول حاجة لازم تعترف انك بتعيد نفس النمط. تاني حاجة تفهم ان الحب مش لازم يوجع. تالت حاجة انك تعيد تعريفك للحب. رابع حاجة انك تشتغل على جواك، على طفلك الداخلي، على صدماتك القديمة. العلاقة اللي تستحقها مش اللي فيها حد بيكملك، لكن اللي فيها حد بيشاركك وانت كامل. وافتكر دايما اصعب معركة هي اللي ضد نفسك، بس هي الوحيدة اللي تستاهل تتخاض.